بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وأصلي وأسلم على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، تحية طيبة مباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قناة سلام الإعلامية المباركة، منها أنا أحمد شريف أحييكم برفقة البروفيسور الدكتور إدريس محمد عثمان أرتع في الحلقة أعتقد الرابعة ولا الخامسة بروف دكتور؟ الحلقة الخامسة تقريبا. الحلقة الخامسة. اليوم نعم. أتشرف مع عناية البروفيسور إدريس أرتع أن نناقش هذا الكتاب أو أن نتحدث عن هذا الكتاب الذي ترونه على الشاشة أيها المحترمون والمحترمات، وهو كتاب تحت عنوان من رواد الحركة أو من رواد التعليم في إريتريا، الشيخ إدريس حامد سعد الله. للكاتبان دكتور إدريس جميل والأستاذ محمود إيلوس، لهم التحية والسلام والشكر والتقدير. دكتور أرتع، كما شاهدنا في الأسبوع الفائت، خلينا نقول إنه مدينة ميلبورن التأمت لتدشين هذا الكتاب الهام جدا، وهو الخاص بالشيخ سعد الله رحمة الله عليه، إدريس حامد سعد الله. وكان البروفيسور إدريس محمد عثمان أرتع من كلف بتقديم قراءة للكتاب في حضور كان بهيا، حضور من الرجال والنساء وحتى الشباب والأطفال. ولذلك والبرنامج كان مزحوم عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، ولذلك لم يتمكن البروف أن يقدم الكلمة التي أو القراءة التي أعدها للحضور الكريم الذي كان حضور باهي، والحمد لله. وهذا دليل محبة ومعزة الناس لشيخنا إدريس حامد سعد الله، لأسرته ولطلابه وتلامذته السلام والتحية. ولذلك أنا ارتأيت مع بروف أن نقدمه لكم اليوم في هذه الحلقة، وهي رقم 240 في برنامج مع اللغة العربية. واللغة العربية أي هذا البرنامج عزيزي المشاهد يعنى فيما يعنى به، يتقفى الإصدارات العربية لأنها جزء من دعم هذه اللغة كتابة وإعلاما، إذاعة وتلفزيون وصحف ومجلات وما إلى ذلك. والبروف سينورنا عن ذلك لأنه أشار إلى أهمية التأليف. ونحن هنا في الإعلام مهمتنا أن نتابع المؤلفات والإصدارات، وقد قدمت لكم بحمده تعالى جملة كبيرة وعدد كبير من الكتب الصادرة باللغة العربية في الوسط الإريتري، وما أراه ضروري لذلك. دكتور، آسف على الإطالة، أهلا بك في الحلقة الخامسة معك بروف أرتع، وحديثنا سيكون عن هذا الكتاب. فمرحبا، تحية للمشاهد الكريم، وأهلا ومرحبا بك، وشكرا على أنك قبلت أن تقدم لنا ما أعددته من قراءة. تفضل دكتور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين. مرة أخرى أقدم خالص شكري وتقديري لأخي الأستاذ الإعلامي الشاعر والأديب أحمد شريف إدريس، بارك الله فيك، الذي يطل علينا في كل أسبوع من هذه النافذة الإعلامية، وهي نافذة طيبة جدا تقدم مادة أيضا تتعلق باللغة العربية، وله إسهامات كبيرة جدا في تقديم عدد من الدراسات التي صدرت حتى الآن بخصوص ما يتعلق بإريتريا خاصة، مع أنه له قراءات متعددة في عدد من الكتب. وأنا شاكر لك هذا العمل الإعلامي الطيب أخي الأستاذ أحمد، ونحن معك إن شاء الله ونشد من عضدك في هذا الجهد الطيب. بارك الله فيك.
اليوم إن شاء الله ستكون وقفتنا إن شاء الله مع هذا الكتاب الطيب اللي هو بعنوان من رواد التعليم والإصلاح في إريتريا. وهو كتاب حقيقة قيم وكتاب طيب في التدشين. أنا ما قلت عن الكتاب شيء غير أني كنت أحرض الناس لكي تقرأ الكتاب، ولكن اليوم ربما سأقول بعض الملاحظات. أتمنى يعني نحن دائما نقول في الكتابة، يعني عندما هي طبعا كل كتابة طبعا شيء طيب ونحن نحتاج إلى الإصدارات وإلى الكتابات، ولكن دائما عندما يقدم الإنسان شيء مكتوب، هذا المكتوب يقف عليه العديد من الناس. هذا الكتاب أنا في تقديري كما قلت في الكلمة التي سبقت، هو ليس فقط للمكتبة الإريترية، إنما هو للمكتبة العربية والمكتبة الإسلامية أينما كانت، بالإضافة إلى إن شاء الله إذا ما وفقوا في المستقبل يقدموها أيضا للقراء بغير العربية، ممكن أن يترجم الكتاب وتكون منه إن شاء الله بعد النسخ مترجمة بلغات أخرى. فتكون مكانه المكتبات في مختلف المراكز العلمية والدراسات. لكن الذي كنت أتمناه، ولربما هذه الحلقة ربما أخوي الكريمين الدكتور إدريس جميل والأستاذ محمود جلوس أشكرهما على ما قدما، ولكن ما كنت أتمناه لهذا الكتاب أن أجد فيه شيئان مهمان. الشيء الأول كنت أتمنى أن أجد فيه تعريف بإريتريا، ولو كان في أسطر قليلة. يعني هو عرف بمنطقة، لا بأس، عرف بمنطقة الشيخ، ويعني ذكر عنها تحليل جيد والبيئة التي نشأ فيها الشيخ. ولكن كنت أتمنى لأن الكتاب نحن قلنا الآن ليس فقط لنا نحن في الإطار الإريتري للإريتريين الذين يعرفون إريتريا وما يحتاج منهم لكي نقول لهم أن إريتريا مساحتها وجغرافيتها وموقعها وسكانها وتقسيمها الجغرافي وكذا وما بها. ولكن عندما يكون الكتاب للمكتبة وهو لعلم من علام إريتريا ونحن نقدم البيئة الجغرافية لهذا العلم، كنت أتمنى أن أجد يعني شيء عن إريتريا ولو كان صفحتين، نعرف بإريتريا من حيث الموقع الجغرافي والطبيعة، التركيبة السكانية واللغات وما يتعلق بذلك. هذه الملاحظة الأولى. فلربما الأخوة الكرام يعني يسمعونني وربما يكون لهم الحق في أن اتخذوا منهجا غير هذا، لأنه ربما يقول لك أنا أكتب عن علم، ليش أقحم مثلا إريتريا وخريطة وجغرافيا؟ هذا العلم ينتمي لبيئة جغرافية، ودائما في الأعلام وخاصة في العصر الحديث عندما نكتب علم نحن نعرف صحيح ببيئة العلم، ولكن في إطار التراث الإسلامي العلم نعرف به فقط تعريف عام، لأنه وحتى لو عرفنا به نحن نتحدث عن شيء عام، لأن الدولة الإسلامية كانت مترامية الأطراف. اليوم العلم له قطر وعنده بيئة جغرافية ينتمي لها. وأيضا هناك صراع موجود في المناطق الجغرافية هذه، ولذلك يعني الانتماء للجغرافيا مهم. الجغرافيا التي ينتمي لها الشيخ التعريف بها مهم. هذا كملاحظة عامة أنا أقولها، ولكن هذا لا ينقص من قدر الكاتبين ولا من قدر الكتاب. فالكتاب في قمة الروعة وفي قمة الجمال، وهو كتاب يتناول سيرة أبرز رواد التعليم والإصلاح في إريتريا. حقيقة رجل لم يكن رجل سهل، يعني الشيخ إدريس حامد الله رحمه الله، من خلال هذه الدراسة التي قرأتها، وهي دراسة طبعا استعرضت حياته منذ النشأة ورحلته في طلب العلم وكذا. الشيء الثاني الذي كنت أتمنى أنه أيضا وهو دكتور نعم عندك دكتور نعم عفوا، نحن سنأتي إلى الملاحظات وهي في غاية الأهمية، لكن عشان نخط المشاهد الكريم والمستمع في الصورة، هل تسمح لي أن أقرأ فهرس المحتويات في عجالة، ثم بعد ذلك نأتي
فعزيزي المشاهد، هذا الكتاب الذي صدر في أكثر من 291 صفحة بالمراجع والصور والخاتمة تضمن 4 فصول. الفصل الأول الشيخ إدريس حامد سعد الله، الميلاد والنشأة، التعريف بالشيخ وأصوله، جغرافية المنطقة، الزراعة، أنواع المحاصيل والراعي، الدين في منطقة البلين، انتقال الشيخ إلى إنقرنة وبداية التعلم، الشيخ إدريس ورحلته العلمية إلى السودان. الفصل الثاني تضمن الالتحاق بالأزهر الشريف والنشاط السياسي ودور الشيخ إدريس في المجال الاجتماعي والسياسي. الفصل الثالث دور الشيخ التعليمي والإصلاحي بعد عودته إلى إريتريا، رحلة الشيخ إدريس من عدن إلى الميدان عبر البحر الأحمر ونشاطاته في الأراضي المحررة، مشكلة ترحيل الكتب. الفصل الرابع الشيخ إدريس، صفاته ومعالم مشروعه الإصلاحي حيث تأسيسه لمعهد حلحل، الشيخ إدريس سعد الله ومعهد أصحاب اليمين، معهد الضياء الإسلامي بكرن، المعلمون في معهد الضياء الإسلامي بكرن، صفات الشيخ ومعالم مشروعه الإصلاحي وما يستفاد منه، وهكذا. وتضمن الكتاب جملة من الصور لفضيلة الشيخ المرحوم سعد الله وهو في ريعان الشباب وأيام الطلب والدراسة وهكذا. الكتاب عزيز المشاهد فقط للتمليك، كما قلنا إنه تم تحت إشراف وتأليف الدكتور إدريس جميل والأستاذ محمود إيلوس. هي الطبعة الأولى وجميع الحقوق محفوظة لأسرة الشيخ، وله رقم إيداع في مرقم. هذه كانت الصورة والملامح العامة. الآن المجال متروك لك بروفيسور إدريس محمد عثمان أرتعى لتقديم ما قمت به من قراءة متأنية بوصفك أكاديميا وفي نفس الوقت برضو رجل مهتم بهذا الأمر من التأليف والإعداد. تفضل دكتور. الملاحظة الأولى التي ذكرتها وهي تقديم شيء بسيط يعني ولو صفحتين. الملاحظة الثانية وهي ملاحظة مهمة جدا، أنا كنت أتمنى يعني أن يكتب تاريخ ميلاد الشيخ. الشيخ هذا لم يولد في القرون مثلا المفضلة، حتى لا يكون مثل علماء الإسلام في الغالب الذين تركوا التراث، يعرف تاريخ الوفاة ولا يعرف تاريخ الميلاد. أنا كنت أتمنى أنا من خلال قراءتي للكتاب أعتقد تاريخ الميلاد موجود دكتور. أين موجود تاريخ الميلاد؟ يبدأ بتعريف الشيخ وما وجدت له تاريخ ميلادا في هذا الكتاب بقدر ما وجدته بعد التواريخ اللي للسفر والهجرة وكذا. ما وجدت تاريخ ميلاد للشيخ في الصفحات التي قرأتها إلا إذا كنت أنا حقيقة أنا لم أكمل القراءة، ولكن أعتقد أنه إذا أسعفتنا الذاكرة أنا كاتب ملاحظات معينة. أعتقد التاريخ موجود، ولكن برضو لا مباشرة يعني. الفصل الأول الذي يعرف بالشيخ رحمه الله رحمة واسعة، كان هذا الفصل من المفترض أن يبدأ مباشرة بالشيخ الميلاد والنشأة. ميلاد الشيخ مباشرة تعرف بالشيخ، يعني عرف به رحمه الله وعرف بوالديه وعرف كذلك بالمنطقة، ومن ثم تحدث عن بعض الروايات الشعبية. نعم وهكذا. نعم. هذا أيضا يعني شيء مهم جدا، لأن لعلمك يعني هذا كتاب في الجزئية التاريخية قضايا تسأل منها. ثم عرج على المنطقة الجغرافية التي ولد بها الشيخ وتحدث عنها تقريبا في مجموعة من الصفحات. تحدث عن الزراعة في المنطقة ما كان في ذلك الوقت الذي عاشه الشيخ، أنواع المحاصيل الزراعية الموجودة في المنطقة والرعي، ومارس الشيخ منها بعد الشيخ. طيب هذه القضايا المفروض تكون من ضمن وكذلك الدين في منطقة البلين، وهذه أيضا مسألة مهمة جدا.
وكنت أتمنى فقط أن أجد يعني بعد التواريخ مهمة جدا، انتقال الشيخ إلى إنقرني وبداية التعليم، مسألة الانتقال بنا من مرحلة إلى مرحلة، وأنت تعرف مثلا في الفترة من كذا إلى كذا، لأنه غدا حتى لو قلنا أن ندرسه لأبنائنا الكتاب نقول من سنة كذا إلى سنة كذا فعل كذا، ومن سنة كذا إلى سنة كذا. في كثير من الأشياء ما كنت أتمنى أن أجد نقلة تاريخية، من هنا بدأنا في سنة كذا كان كذا، في عام كذا كان. هناك موجود بعض التواريخ الجيدة والدقيقة، واللي هي تاريخ تتعلق مثلا عندما وصل إلى مصر وانتقاله إلى عدن وكذا، ولكن هذا طبعا هذا الكلام الذي أقوله فقط من باب الملاحظات الأكاديمية. يعني نعم نحتاج إليها. ولكن الكتاب يعتبر يعني كتاب في قمة الروعة العلمية، يعني كتاب حدثنا عن رحلته في طلب العلم، ثم جهوده في مسألة التعليم والدعوة والإصلاح الاجتماعي والوطني. رجل كان مصلحا اجتماعيا حقيقة، وكان همه الوطن. طبعا الأستاذين الجليلين الدكتور إدريس جميل والأستاذ محمود يروس اعتمد المنهج التاريخي التحليلي في كتابتهما، كما كان يحكي لنا في الجلسة الدكتور إدريس، كانت في بعض الصعوبات في جمع المعلومات نفسها، يعني أحيانا شح المعلومات قد يكون هذا، ولكن ما قصر الحمد لله. يعني بالرغم من ذلك هما وصل إلى هذا السفر الطيب المليء بالمعلومات الكبيرة جدا. هذا الكتاب يبرز طبعا دور الشيخ في الحركة الوطنية الإريترية، وهذا الدور ليس دور مبتور عن الإصلاح، هو دور مقرون بقضية الإصلاح. وهو يعني لم يقدم نشاط هكذا يعني مقتصر على التعليم الشرعي، بل امتد لمسألة الوعي والبناء والإنسان، وفيه كثير من القضايا المهمة تعد هي يعني ترى من خلال الشيخ الهوية الإسلامية الإريترية في ذات الشيخ، يعني الاعتزاز بهويته وشخصيته الممثل الدين الإسلام. هو يمثل شخصيته الإسلامية، ويمثل شخصية كل إريتري تقريبا مسلم ينتمي لهذا الوطن، وكان من حقه أن يقول والله أنا مسلم، وأنا أنتمي وأنا صاحب مشروع واضح أريد أن أقدمه لأبناء بلدي. ولذلك برز جهده في كثير من القضايا، يعني عندما بدأ يعني في إنشاء القلاوي والمعاهد، وأبرز ما قام به طبعا معهد حلحل ومعهد أصحاب اليمين، معهد الضياء الإسلامي في مدينة كرن. إلى جانب ذلك يعني الذين تخرجوا من هذه المعاهد اليوم أغلبهم يذكر الشيخ إدريس عفوا يذكر الشيخ إدريس وما له من فضل على مسألة التعليم. والذي لفت نظري في هذا الكتاب المعهد الأخير، الذي هو المعهد اللي كان موجود في واد شريفين. هذا المعهد فيه الآن آلاف من الطلاب. يعني الشيخ عليه رحمة الله في هذا المعهد أيضا ترك أثرا طيب، وترك مسيرة كبيرة جدا وراءه. إذن هذا يعتبر يعني من أبرز ما ترك الشيخ، وهذا يدل على أن الشيخ كان مؤمنا بالمشروع وصبورا على ذلك، وكان زاهدا في الحياة. الشيخ طبعا حتى الذين طبعا بعض الناس حتى عندما سألنا الإخوة كان يقولوا الشيخ ما يحدثك عن نفسه، وهذا ربما الذي جعل كثير من الناس ما يعرفون عن الشيخ بعد الأشياء. ولكن الحمد لله بوجود الأبناء موجودين وجزاهم الله خير، قدموا هم أيضا الكثير، وما زالوا هم في رعاية الشباب، ربما أن يقدموا إن شاء الله. ولا نريدهم أن يقولوا يعني كان أبي، ليس الفتى من يقول كان أبي، بل الفتى من يقول ها أنا ذا. ولذلك نعم إن شاء الله سيكون لهم نفس دور الإصلاح في الوطن وفي العمل الدعوي والعمل الإسلامي.
طيب إن شاء والعمل الله. الوطني بصفة عامة. إن شاء الله الكتاب دكتور. هذا نعم الكتاب هذا دكتور، يعد. نعم دكتور لو سمحت لي إن شاء الله، نعم أولا مشكور الله في الملاحظات القيمة التي تبديها وتقولها بشكل صريح، وهي صراحة العلماء. وفي نفس الوقت كما قلت أنا أضم صوتي إلى صوتك، اللي هو إشادة وشكر وتقدير للدكتور إدريس جميل والأستاذ الكاتب محمود إيلوس. وكنا نتمنى أن نشاهد أستاذنا إيلوس مع الدكتور جميل الذي شرف هذه المدينة. وباسم هذه المدينة وسكانها أنا أقول للدكتور جميل، جملت هذه المدينة الطيبة، مدينة ميلبورن، وربما يستمع إلى هذا البرنامج وهو في مقر إقامته بلندن في بريطانيا يعني. فلك جزيل الشكر يا دكتور على جهدكم وتشريفكم لنا في هذه المدينة، وللدكتور الأستاذ إيلوس السلام والتحية. هذان الكاتبان طبعا بذلا مجهودا جبار، علما كما تفضلت دكتور أن فضيلة الشيخ سعد الله لم يكن كثير الحديث مع الناس، وأنا سبحان نعم. الله لم أتشرف بلقائه طوال أيام تواجدنا في إريتريا، حيث لم تكن لي زيارات كثيرة لمدينة كرن وضواحيها إلا ما ندر يعني. فلذلك كونوا خرجوا لنا بهذا الكتاب القيم، ومن حيث الجودة والإخراج الفني أنا سأسأل حضرتك كيف وجدته من حيث الإخراج. هذا كتاب يعني يعيش يعني سنين، لأنه ليس كالكتب العادية ذات الغلاف الخفيف. هذا كتاب يعني فعلا يعني أنا وقفت في الجانب الفني والإخراجي بغير المحتوى كذلك كثير، وسنتحدث عن ذلك. فأنا يعني أولا نشكر الكاتبان العزيزان، وبذلا مجهود جبار. وأن تكتب في أي شأن إريتري، أعلام، تاريخ وجغرافيا، يعني أفضل لك أن تكتب في قضايا كونفوشيوسية وقديمة يعني تمشي إلى شعوب أخرى، لأنك ستجد المادة. وأنت سيد العارفين دكتور قل أن تجد شحا في المعلومة الإريترية، ولذلك صحيح. دعوت حضرتك، قلت أكتبوا أيها الناس عشان تخرج هذه الأمة من أزمتها في المعلومات، أزمة التوثيق والكتابة. فيا ريت يا دكتور مما وقفت عليه لأهمية التأليف والكتاب تشير لنا إشاراتك. أنا بس حبيت أعمل مداخلة، والمجال مفتوح لحضرتك، ونشكر الحضور، ونشكر موقعنا الإلكتروني ممثل في أخونا عبد الوهاب أبو وليد، الذي يقوم مشكورا بنقل أي حدث في هذه المدينة، ولولا نقله المباشر أحداث كثيرة وأنشطة وأمسيات ما كانت ترى النور. فهو برضو يوثق توثيق إلكتروني مشكور، يأتي من عمله فيقف بالساعات الطوال. أتمنى له الصحة والعافية. تفضل دكتور. جزاك الله خير، هذه لفتة جميلة، لابد من شكر هؤلاء الناس. حقيقة وراء الكاميرا كثيرون، وأنا الذي أقوله عن مسألة التأليف، نحن صراحة المسلمين باختصار، دعك من المساحات المفتوحة على مصراعيها التي لا نهاية لها، يجب أن نهتم بالثقافة، يجب أن نهتم بالكتابة، يجب أن نكتب ما كان وما هو آتي، لأن حتى الأحلام التي يريد الإنسان أن يحققها لا تكون بمجرد يعني حلم، كأنه بدون أن يكون عنده أرضية ثقافية. لابد أن تكون ثقافة المعرفة مقدمة على ثقافة السياسة. حتى أنا ما أريد أن أقول في السياسيين شيء، ولكن قدموا الثقافة على السياسة. نعم. أحيانا نجد مثقفين ولكن السياسة سياسيين، ولكن الثقافة ربما تكون فيها كثير من الإشكاليات. لا أريد أن أقول المصطلح الآخر، تكون فيها كثير من الإشكالات. والثقافة عندما نكتب ونؤلف ونقدم للناس ونراجع المكتوب، سنقدم شيء للمجتمع الإريتري. الشيخ إدريس سعد الله رحمه الله، الوفاء الحقيقي بالنسبة له ليس مجرد هذا الكتاب فقط، إنما الوفاء الحقيقي
أن نسير على نهجه، نسير على نفس النهج الذي سار عليه، ننشر العلم، ننشر المعرفة، نقدم للناس الخير، لأن الرجل كان رجل خير. هو صحيح سنقرأ الكتاب، ولكن كم منا سيكون مهتما بقضية أنه سيتابع منهج الشيخ إدريس متأثرا به، لأن مناهج العلماء القدامى تؤثر دائما. الحركة الثقافية هي التي تؤثر في عقل البشر حتى يسيروا على هذا المنوال الطيب. فالكتابات هذه الكتابات عندما توجه توجيه سليم للمجتمع، المجتمع سيكون إن شاء الله بخير. ولذلك هذا الشيخ أنا أستطيع أن أقول هو يعني كما قلت في الجلسة، الشيخ إدريس كان مؤسسة، لم يكن فردا، رجل كان أمة بكاملها يسير، وهو رجل بأمة، ولذلك حفظه الله عز وجل إلى أن توفاه إلى رحمته. وأقدم أخي الدكتور إدريس جميل، أنا قابلته، ولكن الأستاذ محمود يلوس لم أراه، وأقدم له تحياتي وشكري وتقديري له من هذا المكان. وعندما نحيي مثل هؤلاء الأعلام، كما يقول الشاعر: يموت رجال العلم والجسم فانيا، ويبقى الذي قدموه مدى الدهور. إذا ذكر العلماء كانوا نجوما، بهم يهتدي الساري بليل عسير. فهذا كتاب هو كتاب الوفاء، كتاب وفاء جاء شاهدا على عصر، شاهدا على هذا العلم من علماء إريتريا. ولم نكن أنا إذا كنت أعمل في التعليم أكثر من 20 سنة في الجامعات، واشتغلت في التعليم في جهاز التعليم الإريتري، ولا أعرف عن الشيخ إدريس، واليوم أجد هذا الكنز بحوزتي، يعني كم ستكون فرحتي بهذا الكتاب. وكما أتمنى أبنائي أن يقرأوا هذا الكتاب، وإن شاء الله سيقرأوه. أنا على ثقة تامة أن أبنائي محمد الحسين سيقرأان هذا الكتاب من كما قرأته أنا، وسيعتزان به كما اعتز به أنا، لأنه من رجال الإصلاح، ولا بد أن يكون هم صالحين ومصلحين. فلا أريد مسلما يقول أنا صالح في ذاتي ولكن لا أصلح لغيري، فجزا الله عنا الشيخ خير الجزاء. سعدت صراحة هذا الكتاب، حتى الإخراج الذي ذكرته هو في من حيث الإخراج إخراج طيب، وأخرج بشكل ممتاز. ولكن طبعا تظل دائما قضية التواريخ تلاحقني، حتى عندما وجدت الصور في الكتاب في مؤخرة الكتاب، فصل دراسي في معهد كذا ومعهد كذا ومعهد كذا، كنت أتمنى كل مرحلة لو كان فيها شيء من التاريخ. هذه أيضا من القضايا التي تلفت الأنظار. الصور والملاحق تعني. أيوة، الملاحق هذه والصور، وأعتقد أن ربما تكون أيضا صور وملاحق أخرى. فلو تلاحظ الشيخ رحمه الله ومعه مجموعة، حامد يعقوب وحامد سعد الله وآدم محمد علي أكتي ومحمد نور هنقلة، نعم، وصالح محمد فكاك. هذه الصورة لا ندري متى كانت، ولكن الشيخ كان شابا في ذلك الوقت، شابا أنيقا، يعني ما شاء الله. نعم. أنا كنت أتمنى لو كان هناك مثلا تاريخ تقريبي، إن لم يكن كمان تاريخ دقيق. وهذه مسائل مهمة جدا. الكتاب فيه شيء آخر، وهذا الذي يعني يقدم فرصة للكتاب والمهتمين والباحثين، وهذا الذي يجب أن أقوله ويسمعه إخوتي الكتاب المهتمين، وربما الذين مروا بمعهد أصحاب اليمين، معهد أصحاب اليمين. هناك عدد كبير جدا من الأسماء مذكورة لهؤلاء الناس.
أنا لو ما أبالغ هذا الكتاب فيه من الأسماء ما يربو على 300 اسم من أسماء المعلمين، على عاملين في مجال التعليم، على مناضلين، على يعني أعداد كبيرة جدا مذكورة في هذا الكتاب. هذه الأسماء تحتاج نفسها إلى الكتابة عنها. ولربما إذا ما حد حل ذكر مجموعة كبيرة جدا من الأسماء لمعهد حل منذ تأسيسه في 76. ذكر أسماء كثيرة جدا في هذا المعهد. كنت أتمنى أن نعرف هؤلاء الناس. هناك منهج طيب جدا ممكن يستخدم الآن إذا أرادوا أن يوسعوا الكتاب. أولا الأخوين الكريمين إذا أرادوا أن يوسعوا في الكتاب ويستمروا مثلا في النهج، بإمكانهم أن يعرفوا بهؤلاء الأعلام علم تلو الآخر. وإذا ما حتى لا يؤثر مثلا وإذا في باحثين إريتريين يهتمون بقضية الإلحاق بعض الأشياء بهذا الكتاب، بإمكانهم أن يعرفوا بهؤلاء الأعلام ويسموا لنا كل علم يعطوه اسمه وما تاريخ ميلاده وحياته إن كان موجود. مثلا دعني أذكر لك واحد معلمون في معهد الضياء الإسلامي في مدينة كرن، الشيخ إدريس على رأس هؤلاء الناس. ثم يأتي محمد حامد عثمان. من هو أحمد حامد عثمان؟ محمد طاهر حامد أكد. من هو؟ إبراهيم جمع. من هو؟ طاهر محمد نور جمع. من هو؟ هذا مجرد أسماء. لكن اليوم وفي عصر العلم والمعرفة وفي عصر الفضائيات السهلة اللي ممكن الوصول إليها، هذه الأسماء كل اسم نحتاج أن نكتب عنه ولو سطرين يا أستاذ الفاضل أستاذ أحمد. عندما تكتب عن هذه الأسماء كل اسم مجرد 5 6 10 سطور، أنت تقدم الآن موسوعة معرفية كبيرة جدا عن المعلمين الإريتريين الذين عاشوا في معهد الضياء في عهد الشيخ إدريس، في فترة الشيخ إدريس. في هذه الفترة هؤلاء عاشوا معه ولكن ما كتب عنهم. جزا الله خير أن الأخوة جمعوا لنا الأسماء ولكن ما عرفونا بهؤلاء الناس. فأنا لا ألوم الكاتبين، هما قدم الكثير وقدم يعني شيء يشكران عليه. ولكن من ينبغي لهذا العمل فيكون هو الذي يأخذ بهذه الصفحات. يعني انظر معي 3 صفحات كلها أسماء، وهذه الأسماء طبعا تحتاج إلى أن نعرف بها. جميل. وتحتاج إلى أن نخلدها. هو خلدوها هنا وممكن يعرف من الذين يعرف هؤلاء الناس، وربما الذين هم قريبين من أسرة الشيخ والذين عاشوا مثلا في معهد الضياء هم الذين يعرفون بعضهم، وربما لا يعرفون عن خلفيات هؤلاء الناس شيئا. هؤلاء مجموعة. هناك مجموعة أخرى، مجموعة أخرى أيضا مثل ذلك. لو ذهبت لنفس المعاهد الأخرى تجد. جميل. طيب دكتور، أنا أريد أن أعقب فقط على قضية مهمة جدا، وهي من أبرز القضايا التي تهمني في هذا الكتاب، وهي قضية الوعي بالعمل الدعوي. طيب قبل أن تأتي إلى هذا، نعم. أن تأتي إلى هذا دكتور، وإن شاء الله لن ننسى هذا العنوان أو هذا الموضوع الذي تود الحديث فيه دكتور. لكن اسمح لي دكتور أن نعود إلى الكتاب حتى عنوانه إذا ما لاحظنا من رواد التعليم والإصلاح في إريتريا الشيخ إدريس حامد سعد الله رحمة الله عليه. علما بأنه دائما التعليم مرتبط بالتربية. أكيد. يعني حتى الأسماء تقول وزارة التربية والتعليم أو التعليم والتربية. عبارة الإصلاح هذه عبارة الإصلاح في العنوان لم تأتي من فراغ، هي منطلقة من خلفية ومجاهدات الشيخ والوضع الذي كان يعيشه وهكذا.
ف نعم. يعني وكلمة الإصلاح تدل على أنه هناك خلل، هناك اعوجاج مجتمعي، سلوكي، تربوي، أيا كان، حتى سياسي. والرجل مجاهد يعني من أحد الرعيل المؤسسين لكفاح الشعب الإريتري، وهذه نعم. معلومة كانت يعني ولذلك تم تكريم عدد من الرعيل، سنأتي إليه ربما في هذه الحلقة أو في موضوع آخر إن شاء الله. نعم إن شاء الله. فدكتور، هل استوقفتك كلمة رواد التعليم والإصلاح في إريتريا؟ وهل العبارة التي ذكرت في عنوان الكتاب وجدتها أنها عالجت لحد الآن؟ لما قرأت أنا وقفت عنده فعلا كان الرجل هو مصلح، وفي مجموعة ذات مجاهداته مع مجموعة حزب العمل اليسار ما داري يدخل في السياسة ما تحدثتوا من ذلك. أيوة متحدث بالله كما كان. ولذلك هذا العنوان استوقفك، الإصلاح، والرجل كان طبعا رجلا تعليميا ومصلحا وهكذا. فليتك حدثنا عن الاعوجاج الذي كان جاهد من أجله لإصلاح الشيخ سعد الله رحمة الله عليه. عليه رحمة الله. انظر، أول الأخوين عندما اختار هذا العنوان وقال من وهي للتبعيض، يعني معه كثر من المصلحين. نعم. ولكنه يتصدر قضية الإصلاح، لأن الرجل رحمه الله الشيخ سعد الله كان في فترة عصيبة جدا، في وقت صعب، مرحلة النضال، الكفاح المسلح، وهو عاش التجربة الإريترية من بدايتها. يعني هو من مواليد تقريبا، أنا أقول من مواليد ربما الأربعينات أو حاجة بالشكل ده تقريبا. نعم. أنا ما نعم. ولكن ربما يكون من مواليد الأربعينات. وهو عاصر التجربة كلها، تجربة الثورة يعني عاشها كلها. نعم. وواجهته كثير من الصعاب، الانتصار والانكسار. أكيد. أكيد. وفعلا كان من رجال الإصلاح، لدرجة أنه وقفت على في إحدى الصفحات وهو ينقل الكتب من السودان إلى داخل إريتريا. ففي مرة من المرات ما سمحوا له مثلا بنقل هذه الكتب إلى نعم. ما عندهم التسريح، يعني الكتاب نفسه كان ينتقل بالتسريح، ما عندك تسريح ما تنقل الكتاب. فالشاهد، وهو كان في جبهة تحرير إريتريا، يقول ذهب إلى الأخوة في قوات التحرير الشعبية، فسأل بعض الإخوة، أنا لا أذكر الأسماء، ولكن طلب منهم أنه يريد أن يرفع كتب إلى إريتريا، إلى الميدان، إلى الميدان يدخل كتب. فقالوا له يا أخي أنت مع جبهة التحرير، إيش اللي جايب لنا جاينا في قوات التحرير الشعبية؟ ولكن طبعا هذا كان من باب أنه لأنه الناس يعرفهم ويعرفونه، رجل كان مشهور، كان من الذين يستقبلون الناس في الأزهر الشريف، يعني يعد من رواد نعم، من الرواد الذين كانوا في رواق الجبرتة ومسؤولين كبار، واستقبلوا كثير من الطلاب. كان هو الجوهرة التي يعني نشطت حولها مجموعة من الطلاب الإريتريين. يعني الطلاب الإريتريين كان مرجع بالنسبة لهم، ما من طالب يأتي إلا وكان يستقبله الشيخ إدريس، لأنه كان يعرف الصعاب التي مر بها. وفي رحلته التي نحن لم نتحدث عنها كثير، في رحلته المفروض نجعل لها يعني مساحة إن شاء الله. واجهته صعاب كثيرة جدا. لكن خلينا الآن في دائرة العمل الذي كان يقوم به. فالشاهد أنه بعد ذلك سمحوا له، يعني أعطوه التسريح ورفع الكتب وأدخلها إلى إريتريا. فالإصلاح الذي كان يقوم به كان إصلاح يتبعه وعي، لم يكن إصلاح مجرد واحد يقول لك، ممكن أقول لك دكتور يريد أن يصلح شيء فيدخل في المسألة من باب وهو لا يدري العواقب التي تترتب على ذلك، فلا يصلح، بالعكس سيهدم الذي بني. أعطيك شاهد عجيب حتى تعرف مكانة الشيخ وخبرة الشيخ نفسها. أنا الذي قرأته في الكتاب، الشيخ يعني كان خبيرا، حتى عندما حاولوا أن يفتنوا يعني بينه وبين الناس بصفة عامة،
فبدأوا يعني أرادوا أن يحجموا دوره، فبدأوا يقولون مثلا هذا يعني كما يقولون بمصطلحات العصر الحديث هو متطرف وبعيد عن كذا. فالرجل كان يعمل إيش؟ كان ذهب إلى الكنيسة وطلب منهم أن يتبادلوا المنفعة لمصلحة أبناء الوطن، فيعطوه طباشير، يعطيهم طباشير، يأخذ منهم طباشير، يتبادل السبورات، يعطيهم إذا كان عنده شيء يأخذ منهم. هذا بهذه الطريقة استطاع أن يكسر الحاجز الذي يتوهمه كثير من الناس، وخاصة الجماعة الذين ذكرتهم أنت ومن سار على منوالهم. فكان الشيخ رجل ذكي جدا، رجل ذكي يتمتع كان بذكاء وفطنة غير عادية. أضف إلى ذلك هو عندما يريد أن يعتذر عن شيء يأتي بشيء آخر لطيف من اللطائف ويخرج من المسألة بسهولة، كما ذكرت في الموقف في اعتذاره عن منطقة مشكوريب التي ذهب وزار فيها أخيرا الشيخ. في البداية طبعا رفض عندما أرادوا أن يحيلوه إليها في فترة من الفترات. فالشيخ كان مصلحا، وكان مصلح ليس مصلح فقط إنما كان مصلحا ذكيا. والإصلاح يحتاج كذلك إلى ذكاء، يحتاج إلى فطنة، ويحتاج إلى معرفة. أنا فقط ملاحظاتي عن الكتاب. صحيح الكتاب قدم ملامح طيبة عن الشيخ وعن دوره الإصلاحي. أنا كانت ملاحظاتي فقط فيما يتعلق ببعض المسائل التي تتعلق بالكتاب. من بدايتي أنت رجعتني إلى الصفحات الأولى. كنت أتمنى في الصفحة الأولى أن يكون فيها استهلال أيضا، بدل ما يكون فيها البسملة ثم نعيد العنوان. هذا فقط ما كنت أتمناه، ولكن إن شاء الله في حلته القادمة في الطبعة الثانية من هذا الكتاب سيكون فيه الكثير. كنت تود أن تشير إلى مسألة قاطعتك عفوا. نعم بروفيسور إدريس. نعم في مسألة في المسألة الدعوية أعتقد. أيوة يمكن أن تدلف إليها لو أردت يعني. نعم، مسألة الدعوة الشيخ كان ذكي جدا. تعرف باعتباره كان يعرف التركيبة السكانية لإريتريا، والتقى بعدد من الشيوخ السودانيين، علماء كبار في السودان. التقى الأسماء لا أستحضرها، ولكن التقى بعدد من شيوخ السودان، وخاصة التقى أيضا بجماعة أنصار السنة المحمدية. هذه نقطة مهمة جدا لازم أن نقف عليها. فقالوا الشيخ يسألوه عن مذهبه شنو، أنت أي مذهب تتبع؟ أنت مين تتبع؟ من أنصار سنة؟ تتبع الصوفية ولا تتبع مين تتبع مين؟ فالشيخ كان ذكي جدا. يعني هو قابل الشيخ الهدية لعلمك. تعرف شيخ الهدية هو طبعا رئيس أنصار السنة المحمدية عليه رحمة الله، وكان رجل طيب. كان واحد من الحضور قدم له هذا السؤال، وأراد طبعا ربما أراد أن يحرج الشيخ، والشيخ طبعا خريج أزهر، والمجموعة هذه تنتمي لمدرسة أخرى. نعم. يعني خريجي مدرسة أخرى بغض النظر. فسألوه هذا السؤال، أنت تنتمي لأي مدرسة؟ فالشيخ يقول لهم أنا أنتمي لمدرسة وطني. يعني أنا بلادي الآن الناس تموت، والناس جياع، والناس تسجن، والناس يحصل لها ويحصل كذا. أنتم تسألون عن المذهب الذي اتبع أو عن الفرقة التي اتبعها. أنا ما اتبع فرقة، أنا اتبع أهل بلد. أريد أن أنقذ ناس، أنا أريد أن أقول للناس قولوا لا إله إلا الله وأبقوا على هذا المستوى. هذا ما وعي؟ هذا وعي كبير جدا، وعي بالدعوة نفسها. المصطفى عليه الصلاة والسلام 13 سنة أستاذ أحمد، الناس ربما يظنوا هذا الإسلام كل مرة واحدة أخذوه وأصبحوا هكذا مسلمين. 13 سنة يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نعم، فقط، ما في شيء ثاني. ما قال لهم صلوا ولا صوموا ولا عملوا أشياء أخرى في العبادات، ما في شيء. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الشيخ إدريس كان منهجه اقتداء بمنهج المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكان يقول أنا بلدي فيها معاناة، أريد أهلي أن يكونوا كلهم على كلمة لا إله إلا الله
محمد رسول الله. قضية المذاهب والانتماء للفرق المتعددة هذه ما كانت عنده، ما كان عنده هذا، ما كانت تجذبه كثيرا. ولكن كان رجل سني لا شك في ذلك، كان رجلا سنيا، وهذا يعد من الوعي الدعوي المبكر في أريتريا، لأن نحن من تعلم منا ربما قفز مباشرة وقفز إلى ساعات أخرى أو انتمى لفئة معينة فبدأ ينظر للخريطة الإريترية بمنظار آخر مختلف، وهذا ما نحتاج إليه. إريتريا تسع الجميع، ونحن ما شاء الله الإسلام هو يعني هو الديمقراطية نفسها، الإسلام موجود في الديمقراطية، موجودة في الإسلام، ما موجودة في أي دين آخر. الإسلام من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا نحن هذا هو المنهج الوسطي الذي أخذ به الشيخ، وكان له دور كبير في مسألة واحتكاكه كذلك ببعض القيادات لم تكن قيادات مسلمة، ولكنهم تأثروا. تخيل أنه يؤثر فيهم فيحبونه أكثر مما كان. نعم يحبونه. وجدت ما أعرف لبعض قيادات الجبهة بعد ما خرج عن طريق عدن ووصل إلى إريتريا أيضا في الداخل حصلت له مضايقات، ولكنه كان صبورا، كما يقول الشاعر: صبور ولو لم تبقى مني بقية، قؤول ولو أن السيوف جواب. وكان الشيخ إدريس من هذا القبيل، كان رجلا صبورا، وكان خادما للعلم، خادما لكتاب الله عز وجل. فهم القرآن فهما عميقا. لا أدري إذا أيضا الشيء الذي أنا احتجت إليه، كنت أتمنى أن أرى هل الشيخ إدريس ترك بعد المذكرات؟ هذا أيضا سؤال يرجع، أتمنى أن يجيب عليه الأخوين الكريمين. هل الشيخ إدريس مذكرات؟ أكيد موجودة، لا أدري إن كان أبنائه يملكون هذا أم لا، ولكن أكيد عنده بعض المذكرات، عنده بعض الخطب المنبرية، عنده بعض الكتابات التي تركها هنا وهناك، سواء كانت في داخل البلد أو كانت في خارجه. ربما يكون عنده بعض المذكرات هذه، ربما أيضا يضاف منها شيء في الملاحق، حتى لو مكتوبة مثلا بخط يده تصور وتلحق بالكتاب في الملاحق إذا كانت في الطبعة الثانية إن شاء الله. وإذا كان الإخوة يطبعونها أيضا ربما يلحقونها إن شاء الله بالكتاب في المستقبل. بروفيسور أرتعة، لو سمحت لي، وأنت تتحدث عن أخلاق الشيخ الداعية سعد الله رحمة الله عليه، وكيف كان يتمتع بروح رياضية وروح دبلوماسية، تأثيره على غير أمة الإسلام كما تفضلت داخل الجبهة وحتى في المستشفى وهو في السجن، وتعامل المسيحيين معه. وقفت في واحدة من الصفحات هكذا، رغم أني أوشكت على أكماله، لكن فعلا رجل كان رحمة الله عليه يتمتع بكاريزما بتاع الدبلوماسية، وفي نفس الوقت برضو رجل حكيم. تعليقك على ذلك أكثر لو في إمكانية. الشيء الآخر أود أن أسأل عن المراجع والمصادر، كيف وجدتها دكتور بمنظور أكاديمي، يعني بمنظور علمي؟ نحن نعم نتحدث كحالة إريتريا، الحالة الإريترية حالة خاصة طبعا، لكن حتى في الحالة الإريترية نحن نتحدث مع رجل أكاديمي، والملاحظات هذه قد يعني استفيد منها الباحثون والدارسون. فيما يخص المصادر والمراجع، أنا شايف فقط مراجع ومقابلات، وحتى من الناحية العلمية المصادر والمراجع. المدارس تختلف في هذا طبعا، ولكن قد يكون لكم وجهة نظر كرجل أكاديمي وباحث. دكتور تفضل. بارك الله فيك. طبعا هذه المراجع بهذا الشكل لأنها الشح الذي عندنا هو هذا الذي يجعل المراجع بهذا الشكل. هذا واحد. اثنين، هو باعتباره كتاب يؤرخ للشيخ إدريس رحمه الله. في حركة التاريخ نحن ربما نكون أكثر حظا، يعني يؤرخ له أناس أحرار، ما يؤرخ له بالسيف. أنا أكتب مثلا كثير من الملوك والحكام كتب لهم التاريخ، كتب لهم رجال التاريخ
والسيف في أعناقهم، يعني أكتب وأنت تكتب وأنت تخاف من السلطان. لكن الشيخ رحمه الله يكتب له أناس وهم أحرار، يعني ليس عليهم شيء إلا أنهم يخافون، إذا كان خوف أنهم يخافون من الله، وكذلك يخافون أن يقال لهم أنكم هذه المعلومات غير صحيحة واردة في الكتاب وهي غير صحيحة. هذا الذي فقط يخافون، ما عندهم شيء آخر يخافون منه. ولذلك نحن أكثر حظا من غيرنا أن نجد كتاب مكتوب من قبل أناس أحرار يكتبون بحرية ويخافون شيئين فقط، الله والضمير، حتى لا يقدموا معلومة غير صحيحة. يا سلام. هذا جانب مهم. المصادر والمراجع طبعا يعني قليلة، لأنه كما قلت لك هذا الواقع الذي نعيشه. نحن ما عندنا يعني ما نعتمد عليه من كتابات أخرى كتبت عن الشيخ، ما عندنا مصادر كتبت عن الشيخ فنعتمد عليها. الكتابات التي اعتمدنا عليها مثلا الحركة الطلابية الإريترية، و إدريس أبعر رحمه الله موجود ولا توفي لا أدري. والله هو في السجن، ربنا يفك أسره، هو مع مجموعة ال15. نعم. أخونا الدكتور إدريس جميل، تاريخ البلاد الماضي والحاضر والحركة الإسلامية الإريترية أيضا للدكتور إدريس جميل، وأمن ملكين إريتريا، تحديات الماضي وآفاق المستقبل القاهرة. هي جملة من الأسماء نعم، لكن أنا بس يمكن ربما لديك ملاحظة عامة، يعني هي من حيث العدد كمصادر ومراجع، هي مصادر ومقابلات في الشرح الإريتري وفي الحالة الإريترية أنا أشوفها يعني كثيرة جدا وغنية من حيث المراجع والمصادر، فيها مقابلات وفيها تصريحات وفيها كتابات خاصة ومقابلات. لكن إخراجها كيف وجدته دكتور؟ في نفس الوقت برضو نود أن نقف على الجوانب الفنية الأخرى، يعني بمعنى هذا الكتاب كلف طباعته، ليس أمرا سهلا أن يطبع بهذه الجودة من الكتابة، ويعني غلاف وحتى الصفحات يعني شيء مشرف. في نفس الوقت برضو الأسرة نحن نتقدم إليها بالشكر الجزيل أنها أودعت ريع ودخل هذا الكتاب إلى عمل خيري، وهذا الكتاب بيع $20. نحن أهدينا إياه مشكورين يعني. نعم والله. من هنا ألفت عناية الإخوة القادمين. أولا أنا قدمت لي دعوة رسمية من قبل أخونا عبد الرزاق سعد الله ابن الشيخ الجليل، والدعوة كانت رسمية بالصفة الاعتبارية والإعلامية، ولذلك حرصت حتى لو لم يكن ذلك كنت سأحضر، لكن أن تتعامل مع المؤسسات الإعلامية بطريقة حضارية هي مسألة مهمة جدا، ومكنتنا الآن أن نغطي ونتحدث وهكذا. فألفت عناية الناس أنه لا يتعاملوا مع رجال الإعلام والأعلام مثل حضرة الدكتور البروف كعامة الناس يعني، وهذا ليس تعاليا، ولكن فضل الله بعضنا على بعض في كل شيء، يعني في الرزق وفي العلم وفي المكانة وفي والنبوة وحتى الأنبياء والمرسلين فضل بعضهم على بعض. فملاحظة دكتور إنه المصادر لا بأس بها، أي نعم. الشيء المهم أن نريع هذا الكتاب، أعلن على أنه سيكون عمل خيري، وهنالك أشياء كثيرة ربما لا يتسع المجال لذكرها هنا، فليتك حدثتنا عن الجانب جودة الطباعة، وفي نفس الوقت أن يكون ريعه إلى العمل الخيري تمشيا مع حركة الإصلاح والتعليم والوعي الذي أفنى عليها الشيخ كل عمره وحياته كصدقة جارية. تفضل دكتور. حقيقة هذا ما أثلج صدري عندما قالوا الأخوة هذا الكتاب سيكون إن شاء الله وقف لطلاب العلم للتعليم. يعني معنى ذلك سار الأمر إن شاء الله سيستمر إلى أن يرث الله الأرض من عليها، ما دام هو في سبيل الله فهذا يعد إن شاء الله ثمرة طيبة، وإن شاء الله سيستمر عمل الخير
ستعود إليهم هذه الثمرة بأشياء كثيرة جدا. الأبناء الأعزاء الذين اهتموا بهذا الكتاب، فعلا الكتاب يعني مطبوع طباعة فخمة، وكتاب صدر بشكل جيد في أوراق، حتى الأوراق المطبوع فيها أوراق يعني في قمة الروعة. حتى يعني الكتاب ما دام أصبح وقف، وإن شاء الله يختاروا، أنا يعني أتمنى أن يختاروا يعني الطلاب من الأماكن اللي فيها صعوبة للتعليم الإرثي. هذه وصيتي لهم يعني إخواني الأعزاء، أخي عبد الرزاق وأخي الدكتور بشير، أن يختاروا أبنائنا الطلاب الذين يعيشون ما زال في معسكرات اللجوء والتشرد، ويحتاجون إلى كراس ودفتر، ويحتاجون إلى تعليم جامعي. وليتهم أيضا إن شاء الله يعني القيمة المالية قد لا تكون كثيرة، ولكن إذا كانت كثيرة قد توزع على مجموعة من الطلاب المتميزين. دائما أقول نحن الطلاب صحيح الحوجة كثيرة موجودة، ولكن يختار الطلاب المتميزين. قيمة التميز ترجع لأشياء كثيرة. يبحث عن طالب مثلا من الطلاب ووجد حصل على نتيجة كبيرة، يحفظ القرآن الكريم، هذه الأشياء تشجع على السير في منهج الشيخ. طالب مثلا تحصل على نتيجة طيبة، يحفظ من القرآن الكريم مثلا كله نصفه بعد الأجزاء من القرآن، مجتهد لكي يواصل في دراسته، له يعني لابد الاختيار أيضا يجب أن يكون بمعايير معينة، ما تكون مجرد أنه فقط خلاص إحنا بعنا وفي طلاب في المكان الفلاني فأرسلوا المبالغ وترسل، وهكذا يهدر المال دون أن يصل للهدف الذي نقصده. وإن شاء الله سيحقق أشياء كثيرة. لو تخرج فقط 5 طالب بالصدقة الشيخ إدريس، كم ستلاحق هذه الصدقات الشيخ نفسه في قبره رحمه الله، وتلاحق هؤلاء الذين قاموا بالعمل، الأستاذين الجليلين، بالإضافة إلى أسرة الشيخ إدريس بارك الله فيك. فهذا عمل طيب وعمل إيجابي. ولذلك يعني من الوفاء أن نقف على هذا الكتاب ونطالع الصفحات مرة والأخرى. إن كان لنا شيء آخر ممكن إن شاء الله نقدمه. بالنسبة للمصادر والمراجع، أنا ما أريد أن أقول لك الطريقة المنهجية التي نتبعها نحن مثلا في الدراسات العربية والإسلامية، فيجب أن تكون موجودة. هم اتبعوا منهجا والتزما به، ولهم أيضا في ذلك محقين أيضا. هم من البداية بدأوا به بالمنهج وانتهوا به، وكانوا يبدأون دائما بالكاتب أو بالشخص الذي يسمع منه الحديث وهو يتحدث. شاكر أسرة الشيخ جزيل الشكر، وشاكر الكتابين، وأشكر هذه القناة الإعلامية التي سلطت الضوء على هذا الكتاب. وأتمنى من الله عز وجل أن أرى كتبا تلو أخرى تصدر عبر هذه القناة وتناقش عبر هذه القناة، وتصدر إن شاء الله من أبنائنا في المهجر في كل مكان. تناقش وتصدر عن القناة إن شاء الله. إن شاء الله هذه القناة أيضا لابد. نعم لابد أن. بارك الله فيك. أنا والله لأول مرة أشاهد وأمسك بكتاب في الشان الإريتري في هذه المدينة، على الأقل لنا 10 أعوام ما صدرت من كتب. لأول مرة أجد هذا كتاب بهذه الجودة من الجانب الفني والإخراجي بشكل عام، دون التفاصيل الأكاديمية الداخلية. هذه رسائل الدكتور ربما تعودت مشاهدتها في رسائل الماجستير والدكتوراه بهذا الشكل. نعم بهذا الشكل. نعم. وستنتقل إلى الأجيال. وهي المدرسة التي بدون معلش سامحني أستاذ أحمد، وهي المدرسة التي ينتمي إليها أحمد شريف وينتمي إلى إدريس. جزاك الله خير. هذه مدرستنا التي نحن ننتمي إليها، فإن لم نقدمها نحن من سيقدمها؟ جزاك الله خير دكتور. وأنا سعدت لأنه عملنا ساعة بالضبط يعني دكتور، إلا كم و20 ثانية. أنا أشكر معاليك دكتور البروفيسور إدريس محمد عثمان أرتعة في جزئه الخامس من اللقاء المتواصل، ولنا حديث
في إنجازاتكم العلمية وملاحظاتكم الأكاديمية والدعوية والتعليمية كذلك. كانت هذه الحلقة رقم 240 في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. ناقشنا فيها كتاب تحت عنوان من رواد التعليم والإصلاح في إريتريا الشيخ إدريس حامد سعد الله، تأليف الدكتور إدريس جميل والأستاذ محمود إيلوس. شهدته هذه المدينة بحضور باهي وبحضور جميل الأيام الفائتة. في الختام يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي الطيب السراج: الحي حي من حياة لسانه فإذا أبيد من اللسان أبيد. كنت معكم في تقديمها وإعداد هذه الحلقة محدثكم أحمد شريف برفقة الدكتور إدريس محمد عثمان أرتعة. بارك الله فيك، ودائما سنعتكرها حتى أستاذنا وحبيبنا، وجزاك الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيت عليكم السلام، جزاك الله خير، بارك الله فيك. شكرا للأخوة وراء الشاشة أيضا.